كنت في زيارة مرة لأحد علماء النفس التربويين، وكان معايا مراتي وابني الصغير. اتعلمت درس جميل يومها. أول ما شاف ابني ابتسم له وبص له باحترام وإعجاب. شوية وأثنى على لبسه فابتسم ابني. شوية وقال له الله ضحكتك حلوة، وبدأنا نتكلم في موضوع. فابني بقى خلاص واخد الثقة في نفسه، لبسه حلو وضحكته حلوة، فبدأ يقول رأيه. فصاحبي ده قال له انت ذكي قوي. شفت ابني عينيه بتلمع من الثقة والفرحة، وسمعت كلمة شكرا يا أنكل طلع من قلبه بإحساس مليء بالامتنان. قام صاحبي العالم ده حط إيده على كتفي وقال لي اعمل دايما كده مع ابنك، وملاه بالثقة في نفسه. هجمت عليا آية في سورة إبراهيم متمشية قوي مع كلام المتخصص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كلمات الإنسان ليها سحر في بناء النفسية وترميم العلاقات الضعيفة. كلمة طيبة بتذيب أي جفاء وتطفئ نار الغضب وتبني ثقة متينة بين أي اتنين.